تعرفون هذا وشو؟ هذا أقوى وأفضل مكمل غذائي طبيعي موجود على وجه الأرض. وش يسمى هذا؟ هذا اسمه حبوب اللقاح. وش حبوب اللقاح هذه؟ حبوب اللقاح الزهرة يكون فيها زي البودرة، فتجي النحلة وتجمع هذه البودرة وتحط عليها من العسل وتكورها في رجلينها. أوريكم آخر الفيديو. هذه إنتاج ربيع 2021 من أزهار متعددة، منها الشفلح وطلع النخيل وأزهار كثيرة. اللقاح هذه وش فوائدها؟ أول شيء حبوب اللقاح فيها أكثر من 18 فيتامين. فيها فيتامين باء 1 وباء 2 وباء 3 وباء 6 وباء 9 وباء 12. فيها أكثر من 25 معدن، وفيها أكثر من 30% أحماض أنيمية. هذه الفيتامينات مجتمعة فقط في ملعقة واحدة. تخيل تاخذها كأنك تاخذ حبوب اللي من الصيدلية، وهذا طبيعي أفضل شيء. وهذه الألوان اللي تشوفونها هذه من كل زهرة نوع، يعني الأبيض تلقاه من طلع النخيل مثلا، والأصفر من زهرة معينة ثانية، كل لون من زهرة شكل. أما فوائد حبوب اللقاح كثيرة جدا، منها أنها ترفع المناعة خاصة في فصل الشتاء، ولها تأثير على الالتهابات، وأيضا مفيدة للأطفال ترفع المناعة عندهم، مفيدة للكبد اللي عنده مشاكل في الكبد أو مشاكل في البروستاتا، هذا ممتاز جدا. وتمنع تساقط الشعر، وتقلل حموضة المعدة خاصة إذا أكلتها مع عسل. أما إذا خلطتها مع عسل وغذاء ملكات فهي بإذن الله تعطل نمو الخلايا السرطانية في الجسم. أيضا تعالج تصلب الشرايين، وتساعد كبار السن اللي عندهم مشاكل في سن اليأس أنها ترفع عندهم المناعة وتقلل أعراض سن اليأس. وأيضا مفيدة للرجال خاصة، والنساء تقوي المبايض عندهم، والرجال تزيد عندهم النشاط. طيب كم الكمية اللي أقدر أكل فيها في اليوم؟ تقدر تأكل من 20 إلى 40 جرام يوميا، يعني تقريبا ملعقتين طعام إلى 3 ملاعق إلى 4 ملاعق في اليوم. أكلها أما تأكلها بملعقة، أو تخلطها مع عسل وهذا أفضل، أو مثلا تحطها مع علبة زبادي، تحط لك ملعقة من هذه على علبة زبادي وتاكلها. أو مثلا إذا صار عندك أطفال أو كبار السن تحطها معها في السندويتش اللي فيها مثلا جبن، مثلا فيه عسل، مثلا فيه أي شيء في مع البيض. حبوب اللقاح تأثيرات على جسم الإنسان. حبوب اللقاح مثلها مثل أي طعام موجود في الأرض. في ناس عندهم حساسية من اللبن، في ناس عندهم حساسية من الزبادي، في ناس عندها حساسية من الأكل معين، من الموز، من أي أكل. هو مثل أي وجبة ثانية، إذا أكلته وحسيت بحساسية أنت توقف عنه، لكن نادرا تجد فيه يعني مشاكل مع أي واحد يأكله. الكمية ما هي بكثيرة والله، حطينا في علب 100 جرام، كل علبة فيها 100 جرام. احنا شلون نقيسها؟ نجيب علبة هذه حقت 4 كيلو، يجي هنا نصفرها، خليها صفر، يعني لو شلنا العلبة نقص كذا. الآن ما يحسب القزاز، علبة 2 حط فيها 102 جرام، 101 102 جرام. وهذه العلبة طبعا هي قلنا من مصادر أزهار ربيعية متنوعة، ربيع 2021 100 جرام. معلومة مهمة، في السوق نوعين، في نوع صيني يجي من الصين ناشف، تلقون هذه الحبة ناشفة مرة، أما هذا بلدي، هذا من منطقة نجد من الوسطى. الإنتاج الطبيعي لتفركه كذا، شوفوا كيف يطلع زي العجين زي البودرة، هذا معناه أنه رطب وطبيعي. اللي يجي من الصين يجي ناشف يابس. جميع المعلومات اللي قلتها موجودة في موقع ويكيبيديا الرسمي، أيضا موجود في أبحاث مجلات أمريكية وبريطانية. لو تكتب في جوجل فوائد حبوب اللقاح يطلع لك الدراسات ويطلع لك كل شيء عنها.